يمكن نظهر لكم في الفيديو فرحان وعامل جو. صحيح فرحان لما قاعد نعيش في أصعب موقف تعديت به كمدرب. الوليد هذا اسمه غسان بن حليم، وكان يترينا بحذايا في الصالة اللي كنت نخدم فيها، ومن بعد تقبل في الأكاديمي وقعد برشا وقت ما تريناش. كان ديما كل ما يروح للبلاد لازم الا ما يجي يعمل عليا طلة ويسلم عليا، وانا زاد نفرح برشا كي نشوفه. من بعد جات كورونا وسكروا الصالات، من بعد نقلت الخدمة من صالة لصالة واحدة أخرى. حاسيلو قعدت مدة طويلة ما ريتوش فيها. نهار واني نخدم في الصالة الجديدة هزيت راسي نلقى غسان جاي من بعيد. مشيت سلمت عليه، حسيت فما حزن في عينيه. حسيت لفت لي وقال لي يا اخي في بالكش؟ قلت له ما في باليش. فما قال لي راني عندي مرض الخايب، عافانا وعافاكم الله، كونسير. قصوا له ساقه وعملوا له بروتيز. وحسيلو اني في الموقف هذاك يعني حطوا روحكم في بلاصتي، شنو الاحساس اللي حسيته معناتها بالحق. تصدمت برشا وحزنت برشا الحقيقة. اما في نفس الوقت زاد فرحت على خاطر من دون الصالات الكل اختار باش يجي وحده باش يكمل يترانا ويكمل يحارب معناتها الماكسيموم. قال لي راني عديت اني بلونش، ما لازمنيش نقعد في الدار، لازمني نترانا. وهو زاد ما شاء الله عليه بالحق انسان يعشق حاجه اسمها سبور، اكتيف على الاخر. معناتها نفكر روحي قبل وصلت حتى ان نجيب الكاميرا وناخذ تصاور وناخذ فيديوهات. متربي ونحبه برشا الانسان هذاك. ما نطولش عليكم، ما عندوش نهارين ولا 3 ايام اللي يعني هز ربي نتاعو حارب الاخر لحظه. بالحق انسان اثر فيا برشا. بالحق اصعب موقف نعيشه حاجه واحده نطلبها، انكم تدعيوا له بالرحمه. ان شاء الله ربي يرحمه، وان شاء الله ربي يصبر اهله وماليه واصحابه واحبابه الكل، وان شاء الله ربي يجعل مثواه الجنه.